السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منورين، اخباركم ايه؟ الفيديو النهاردة على الناس اللي كانت بتسألني على موضوع ان هم عايزين يعملوا دراسة هي زي التكوين، ولكن انا مش بتكلم على التكوين حاليا، انا بتكلم على الناس اللي موجودة وعايزة. كنت انا قلت في كورسات تقدر تاخدها، زي كورسات مثلا الطبخ، زي كورسات الميكانيكا، زي كورسات ايا كان يعني. ولكن هكلمكم تحديدا على كورسات الطبخ، تجربة شخصية. تمام. آه ليها مشاكلها، مساوئها وليها حلاوتها، يعني عيوبها ومميزاتها. تمام، فانا هكلمكم على العيوب والمميزات. بالنسبة لتجربة الطبخ، هي كانت 4 شهور. بتتعلم الطبخ، تتعلم حرفية الطبخ. ولكن الدولة كانت بتدي لك راتب لمدة 4 شهور. الراتب ده بيكون حوالي 500 يورو، 512 يورو حاجة كده. تمام. ولكن كان في لازم تروح كل يوم ما عدا السبت والحد اجازة طبعا. ولكن هقول لكم على المشاكل اللي هتقابلك في الموضوع ده. تمام. هما بيدولك الفلوس، والفلوس دي شاملة ان انت لازم تشتري اليونيفورم، اللي هو البدلة بتاعة الطبخ يعني، ولازم تشتري الشوز بتاع الطبخ، وتشتري طقم السكاكين، وتشتري آه، الحاجات اللي هي المعدات الخاصة يعني بانك تبقى شيف. تمام. ولكن من تجربتي الشخصية لما بدأت في الموضوع ده، اول ما رحت انا، السي في بتاعي الحمد لله السي في بتاعي قوي، ان انا اقدر اشتغل في اي مطعم او اي فندق او حاجه بالسي في بتاعي الحمد لله يعني، وخبرتي كمان الحمد لله في المجال. فانا قلت استفاد بالموضوع بما اني باخد كورس برتغالي في الوقت ده. فقلت استفاد في نفس الوقت ان انا ايه، اروح ادرس موضوع الطبخ ده، واخد برضو شهاده قويه في الاتحاد الاوروبي انها تنفعني، يعني الشهاده حلوه. عندي وقت فراغ فقلت املاه يعني. المهم، ايه المشاكل وايه المميزات يعني. المميزات ان انت بتاخد حوالي 500 يورو. تمام. ولكن بتاخد كمان تمن كارت المواصلات، تمن المواصلات اذا كنت بتدفع 30 او 40 على حسب المواصلة يعني، هما بيدفعوها لك كمان. ف بتتعلم في المدرسة 3 شهور، وفي شهر واحد تاني بتروح انترشيب اوت سايد، بتروح مطعم او بتروح هوتيل او المكان اللي انت تختاره. اول ما رحنا قعدنا مع الادارة بتاعة المدرسة اللي هي مختصة بالمكان ده، كان سؤالي الاولاني هنشتغل فين بعد ما نخلص. فكان متاح ليك ان انت تشتغل في كل مكان، يعني هم قالوا لك المكان اللي انت هتختاره هتشتغل فيه. وده طبعا ما حصلش، لان انا كان هدفي ان انا اشتغل في المركب اللي بتبقى في البحر، اللي هي كروز لو تعرفوها، المركب العايمة الضخمة العملاقة اللي زي تايتانيك دي. كان ده هدف من اهدافي يعني، اللي هي بتطلع اوروبا كلها، ان انا اشتغل فيها. تمام، لان هو الموضوع شويه بيبقى فيها صعب ان انت تشتغل، وبتحتاج ان انت حد عارفه جوه فيزقك يعني الموضوع شويه فيها صعب. فلما كلمتهم في الاول فكان الموضوع سهل، ان انا ايه، قالوا اوكي والدنيا تمام. فلما عدينا شهر شهرين التالت، فجينا نسأل، جم يسألوا ها هتشتغلوا فين، مين ناوي على ايه، مين عايز يروح فين بتاع. فطبعا كانت الإجابة إن ما عندناش حاليا. دي من الحاجات المساوئ بتاعة الموضوع، إن هم اتفقوا معاك على حاجة وبعد كده اتغيرت الحاجة، او مش متاحة بمعنى اصح يعني. فاللي هو تعتمد على نفسك بعد ما تاخد الشهادة، تبدأ انت تدور. تمام. ولكن هيقولك اللي متاح عندنا فنادق، فهتقول له ماشي. فهيجي مثلا يقولك والله الفنادق عندنا ايه، ده اللي حصل. هيجي يقولك الفنادق عندنا اكتملت، مش هينفع احطكم كلكم في فنادق، فلازم اختار كام واحد في فندق وكام واحد في مطعم وكام واحد في مش عارف ايه. ففجأة هتلاقي نفسك بتتحط في مكان على حسب ما هم عايزين، اللي هو المتاح. تمام، مش زي ما انت برضو اتقالك في الاول. كمان الموضوع بتقعد بتروح المدرسة وبتيجي ال3 شهور، والشهر الرابع اللي في المطعم بتقعد يوميا، وكل يوم 9 ساعات، ساعة بريك و8 ساعات أكنك في وظيفة عادية خالص. تمام. آه كمان الحاجات السيئة اللي موجودة، ان انت اللي بيدرس لك مش حد عملاق يعني، زي ما كنت انا فاكر ان انا هلاقي اسم وقامة حاجة عملاقة، مع احترامي لكل حد يعني موجود. ولكن كنت مفكر ان انا هدرس على الاسم اللي هيتكتب في السي في.
انا كنت فاكر ان الاسم اللي هيكتب في السي في بتاعي هيبقى يعني حد لو كتبت اسمه على جوجل تلاقيه يعني. فلقيت ان اللي بيدرس لنا ال3 شهور شباب عادية جدا. هم اصلا كانوا طلبة في المدرسة، وبعدين اتخرجوا، وبعدين راحوا اشتغلوا كام شهر في مطعم ولا في اوتيل زيهم زي يعني، او زيهم زي اي حد تاني، مع احترامي ليهم يعني وقدرهم. ولكن كنت بتنبأ ان انا كنت محتاج حاجة اكبر، طموح يعني، طموح. وكنت مستني الطموح تودي لك لفرصة أبعد، يعني إن أنت يكون في اسم قوي في السي في بتاعك أو في الشهادة. آه، فطبعا لقيت اللي موجودين شباب عاديين جدا زي ما انت، خريج مثلا، درست فترة ودخلت موضوع ان انت تشتغل في موضوع الطبخ وعندك خبرة فيه. ورحت بما انك بتعرف مثلا انجليزي او عربي او حاجة، فبتدرس في المدرسة على حسب الخبرة بتاعتك واللغة كمان. فهم احتاجوا لهم فجابوهم يدرسوا. فلما هتدخل مش هتلاقي اللي انت متخيله، هتلاقي اللي بيدرسوا لك شباب عادية جدا متخرجين وجايين بيدرسوا بمقابل مادي يعني. وبناء على الموضوع ان انت مش هتدرس الدراسة اللي انت فاكرها، انت هتدرس اكنك شغال في مطعم عادي جدا، مش هتاخد حرفية خبرة يعني، مش معظم الوقت هتلاقيه كلام. دي المشكلة التالتة، ان انت مش هتدرس عملي كتير، هتبقى معظم الوقت واقف على رجلك، ما بتتحركش، واقف بقلم وورقة وعمال تكتب. مثلا بيملوك في اليوم 8 ساعات، بتقف تتملى مثلا الحاجة والمكونات بتاعتها، وطبعا ده بالانجليزي وفي بالبرتغالي، ولكن ده بالانجليزي. فهتلاقي ان انت مش هتعمل ولا حاجة من الحاجات دي، غير ان انت هتعمل حاجة واحدة بس. هيملوك كل يوم حوالي مثلا 7-8 اصناف، وهتعمل حاجة واحدة بس، تمام؟ وهتعمل جزء معين في حاجة واحدة بس، فبالتالي مش هتعرف تعمل بقية الحاجة. لو جيت تعمل الحاجة الواحدة دي كلها على بعضها مش هتعرف تعملها، هتعمل جزء معين فيها. فبالتالي انت ما اتعلمتش، خدت بس كتابة للخامات بتاعة الحاجة، وده ممكن تجيبه من على جوجل او من على اليوتيوب. واعتقد ان انت كمان لو عملت سيرش على اليوتيوب ولقيت شيفات فتتفرج على اللي هو بيعمله فهتستفاد اكتر. فطبعا ما استفدتش اي حاجة، تمام؟ الاستفادة هي الاستفادة المادية، وكمان عندهم وجبة اللي هي بتاخدها في البريك بتاعك، اللي هو ال آه، في ال8 ساعات يعني ليك البريك. فبتروح تاكل البريك تبع المدرسة اللي انت طبخته او اللي هم طبخوه، بتروح تاكل منه يعني. آه، مش اختيارات يعني، هو بيبقى فيه فيجيتاريان، وبيبقى فيه لحوم او سمك او على حسب يعني فراخ، تمام؟ وساعات بيبقى فيه مكرونات وبتاع، فعلى حسب يعني الاكل. ولكن انا بحكي لكم على الفرصة، على التجربة، مش على الاكل يعني، تمام؟ فالفكرة ان انت مش هتستفاد قوي من التجربة، ما تفكرش ان انت هتدخل تستفاد قوي. التجربة مش قوية ومش ضعيفة. هي هتفيدك بالشهادة، ولكن الشهادة برضو مش هتلاقي فيها الاسم اللي هو هيخليك ان انت انا درست مع كذا. لا، مش هتلاقي ده. هتلاقي ان انت درست عادي جدا في مدرسة، ومع حد عادي اسمه حتى يعني ما اعتقدش انه هيكتب في الشهادة يعني. انا اعتقد انها كتب في الشهادة، لسه الشهادة ما خدناهاش حتى. الشهادة هتلاقي مكتوب فيها الاسم بتاع المدرسة او الجامعة اللي انت درست فيها. كمان في مشكلة لما بتروح الانترشيب، اللي هو المطعم او الفندق او المكان اللي انت هتروح تدرس فيه. ده اسوأ حاجة ممكن تتخيلها. انت بتروح بالاتفاق مع المدرسة او مع الجامعة، للاتفاق مع المطعم او الفندق اللي انت رايحه، تمام؟ المشكلة هنا فين؟ انت بتقبض من نفس المدرسة هي اللي بتقبضك الراتب اللي هو حوالي 500 يورو. المشكلة فين؟ ان انت بتروح موظف زيك زي الموظفين اللي هو موجودين في قلب المطعم، يعني زيك زي الشيف، زيك زي اللي موجود. ولكن المشكلة في حاجة بقى قوية جدا، ان هم بيستغلوك اسوأ استغلال. انت هنا مش رايح تتعلم، مش زي المدرسة شوية بيحاولوا يعلموك، ولكن بتقعد تكتب كتير جدا طول اليوم، عمال تكتب 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 تكتب، ما بتعملش ولا حاجة. ممكن كل كام يوم تعمل حاجة واحدة وما بتعملهاش كلها. طبعا المطعم بقى فيه مشكلة أكبر. المطعم ان هم بيستغلوك، انت رايح ببلاش يعني، ما بتقبضش منهم، فهم مش خسرانين حاجة. المدرسة اللي بتقبضك والمدرسة بتقبضك من الحكومة، فمش خسرانين حاجة. بيأجزوا بعض على حسابك يعني. انت مثلا لو رايحين مثلا 2-3 المطعم الفلاني، تمام؟
فلو رايحين مثلا 2-3 المطعم الفلاني مثلا، وليكن مطعم ألف مثلا، رايحين 2-3، فيعملوا ايه؟ ده اللي انا اكتشفته الشهر اللي احنا بنروحه التدريب. بيأجزوا بعض على حساب ان في 2-3 بيشتغلوا مكانهم. فتلاقي مثلا ان انت طول اليوم ما بتتعلمش حاجة، انت بتقطع لهم بس خضار وفاكهة وايه وصباح الفل. قطع لي دي بولونيزا، قطع لي دي مش عارف جوليانا، قطع لي دي مش عارف ايه، آه تقشر لي بطاطس، تعمل لي مش عارف ايه. فانت شغال عندهم بالاجر اللي المدرسه بتديهولك. فبالتالي انت ما بتتعلمش ولا حاجه، انت رايح بس بتساعدهم في انك تقطع حاجات، ما بتطبخش. ما بتشوفش حد بيطبخ. اللي بيطبخ بتلاقيه دايما مع نفسه. وطبعا لو لقطت انت وهو بيطبخ وبتاع، فانت محتاج تقطع لان مدينك كميات كبيره جدا تقطعها، فمش هتلحق تتعلم حاجه. فالفتره الشهر اللي انت بتقعده في ال في الانترشيب ما بتتعلمش حاجه، لان انت طول اليوم واقف عمال تقطع. طبعا اللي لقيته من معايا ومن تجارب صحابي اللي راحوا كذا مكان تاني، لان احنا كنا حوالي 23 واحد. 23 واحد اتوزعنا على كذا مكان. وكان في جروب تاني كان حوالي 18 واحد. فطبعا الجروبين اتمزجوا مع بعض، فانا جه معايا 3 بنات، وفي اماكن تانية راح فيها كذا حد وبتاع. فالمهم احنا عاملين جروب بنتكلم عليه كلنا. فلما اتكلمنا كانت التجربة كلها نفس الحدث، ان هم ما بي ما بيعلمكش حاجة، ما مش هتتعلم حاجة، وفي نفس الوقت واقف طول اليوم على رجلك عمال تقطع بس. طبعا عدد الساعات طبعا مستغلة بالنسبة لك انت، ميت. عندك المفروض ان انت بتشتغل 8 ساعات وساعة بريك مش موجودين، انت شغال طول اليوم، تاخد حوالي من 20 ل25 دقيقة او 30 دقيقة بالكتير قوي بريك. تمام. ده مش معايا بس، مع كله كانت التجربة هكذا يعني. وكانت انت ليك رسمي في البرتغال، عشان تبقى انت عارف يعني حقك على انت ليك 9 ساعات في الشغل، 8 ساعات شغل وساعة بريك. وليك قبل ما تمر يعني 4 ساعات من أول ما تحضر الشغل، والشغل مثلا الساعة 8 الصبح، بتحضر أول 4 ساعات ليك 10 دقايق بريك. لو حضرت 5 ساعات دايركت ليك 15 دقيقة بريك، تشرب فيهم سيجارة، تشرب قهوة، تشرب أيا كان، تعمل ترتاح. بعد 5 ساعات ليك 15 دقيقة. بعد 4 ساعات ليك 10 دقايق. بقى في نص الوقت ده ليك ساعة كاملة على بعضها. ده السيستم والقانون في البرتغال، ساعة على بعضها اللي انت بتروح تاكل فيها. تمام، تاكل بقى، تروح تشقلب، تروح تعمل، هي ليك ساعة و10 دقايق. لو قعدتوا 4 ساعات في البداية، يعني انت التوتال على بعضه ساعة وربع. تمام، الساعة لوحدها والربع ساعة بتتقسم على حسب انت خدت 4 ساعات او 5 ساعات. تمام، توتال ساعة وربع على اي شغل، في اي عقد، في اي سيستم في البرتغال، في اي شغل. فطبعا ما خدتهمش، واصحابي كلهم ما فيش حد خدهم يعني. هو الفكرة كلها انت بتاخد حوالي من 20 ل 25 30 دقيقة. طبعا الموضوع مش ماشي بشكل قانوني يعني. كمان ما بتتعلمش حاجة. وبيوعدوك ان انت هتشتغل في المكان، وطبعا ما بتشتغلش في المكان بعد ما بتخلص. فهم استغلوك فترة حلوة جدا، انت عملت لهم شغلهم، وبيدوا بعض اجازات، ومش عارف مين بيجي متأخر ومين بقى بيجي بقى يجي ساعتين ويمشي، مش عارف ايه. هتلاقي فجأة تلاحظ التناقضات، والدنيا بقت ايه، البالانسة بقت مرفوعة من ناحيتك شوية، انت الكفة اللي هي ايه بقت تعمل كل حاجة. وتلاقي طبعا إيه، انت سريع، يقول ويشكروا، يقول دي موتو هابيتو، دي سريع جدا، فاديله شغل. اوترا تراباليا، اوترا تراباليا، موتو هابيتو الي موتو هابيتو، ده سريع جدا، اديله شغل كتير. فتلاقيهم بدأوا يزودوا عليك الشغل. وما تفكرش ان انت كل ما تشتغل اسرع، دي نصيحة يعني، كل ما تشتغل اسرع كل ما هيشغلوك في المكان ويتبسطوا منك. لا، ده انت كل ما يشغلوك اسرع كل ما هيزودوا عليك شغل، كل ما يريحوا بعض، كل ما انت هتخلص اكتر للشغل وتريحهم هم، وفي الاخر خالص هيقولوا لك باي باي، مش هتشتغل. وده بالتالي اللي حصل مع كله، مفيش حد اشتغل في قلب مطعم او فندق او حاجة. وانت بتعتمد على نفسك في الشغل، فبتدور على شغلك بنفسك. ولكن الشهادة بتساعدك يعني، سهل ان احنا نلاقي شغل في اي مكان يعني. تمام. ولكن بالطريقة دي انا قلت اقول لكم الفيديو عشان الناس اللي ما عندهاش فكرة او ما حصلش معاها الموضوع ما يكتئبش يعني من الموضوع. فهو ده اللي هيحصل معاك لو كده يعني، لو عايز تجرب التجربة دي، ده اللي هيحصل. تمام.
فده بالظبط كده اللي حصل معايا ومع كل الناس. فمش معقول هتبقى انت حالة نادرة مثلا ومش هيحصل معاك حاجة كده. فعشان تبقى مستعد لو انت في التجربة دي، تبقى مستعد وعارف ايه اللي هيحصل. تمام. آه ايه تاني؟ آه ده في المدرسة دايما كان الشيفات اللي هم الجداد دول، اللي هم يعتبر تلاميذ برضو، بيخلصوا مخلصين دراسة ورايحين يشتغلوا كام شهر في حتة ورجعوا تاني يدرسوا شهرين تلاتة، يعني زي سبوبة، وبيطلعوا بيرجعوا تاني وبتاع. بتلاقيهم دايما ملمومين مع بعض، وبيطلعوا يشربوا قهوة بره ويسيبوك تضرب تقلب، فاهم؟ فبتبقى العملية برضو مش زي ما انت فاكر، يعني ان انت حاجة محترفة وبتاع. لا يعني هو الموضوع برضو ايه، لان انت برضو مش داخل مع شيف بروفيشنال، يعني مش داخل مع حد اللي هو عملاق يعني. انا بحكي لكم التجربة شاملة، يعني بحكي لكم التجربة والله بالظبط اللي حصل. تمام. ومن تجربتي انا شغال بقالي فترة كبيرة جدا في موضوع مجال الطبخ يعني. عندي خبرة الحمد لله كبيرة في موضوع الطبخ. ف انا كنت رايح، ثانية واحدة، انا زي ما قلت لكم كنت رايح مش لاني عشان الفلوس او عشان بتاع، لا انا كنت بملى فجوه كانت فاضيه عندي في الدراسه يعني. فكنت قلت احسن الدنيا واخد يعني حاجه قويه برضو تدعم الملف بتاعي اكتر، بما اني كنت باخد كورس برتغالي يعني، برتغالي يعني. ولكن كنت رايح كمان عايز اتعلم البشترية الحلويات. ولكن طبعا ما اتعلمتش اي حاجه غير الباستا دي نادا والمسا فوليادا، وشوية حاجات كده اللي انا كنت عمال احارب عشان اتعلمها. طبعا هم يعني ما علموناهاش، يعني ما علموناش دي. ولكن احنا من كتر ما انا زنيت على اصحابي ان احنا نزلنا عليهم وزنينا على الادارة ان نخلي الشيف يحاول يعمل اي حاجة كاملة على بعضها، فهتلاقي المعاناة يعني. الحاجة التانية السيئة برضو لما تروح تقول للإدارة موسكيتو، ناموسة، سوري. الحاجة التانية لما تروح تشتكي مثلا للإدارة في الفترة بتاعة الانترشيب، تقول لهم مثلا أنا والله ما بقعدش مثلا التسع ساعات يعتبر شغال و20 دقيقة بقعد فيهم، فمحتاج راحة. لأن أنت لما تقعد فترة كبيرة بالطريقة دي هتلاقي نفسك مثلا يوم التاني استحملت، التالت الرابع الخامس العاشر ال11 ال15 تلاقي نفسك خلاص بتفيص، لأن أنت ما بتقعدش. تمام. مع كمان كان كورس برتغالي بالليل، فكان الدنيا طحن يعني، ترجع من هنا على هنا على هنا على هنا، تنام تصحى ساعتين تلاتة، تقوم تروح تفضل واقف طول اليوم، فمطحنة يعني. فلما تيجي تتكلم مع المدرسة تقول لهم مثلا انا عايز لما اخلص المكان الفلاني عايز اشوف مكان تاني يكون على الاقل فيه القوانين ماشية، يعني مثلا باخد الساعة بتاعتي البريك الطبيعية بتاعتي. فالمدرسة هتروح رد عليك كالآتي، لأن ده اللي حصل معايا ومع أصحابي. المدرسة هترد عليك كالآتي، هتقولك والله إحنا مش جهة توظيف، فلازم تكمل الفترة ديت، الفترة العلاجية اللي انت فيها لحد ما تاخد الشهادة، وبعد كده انت تدور على مكان بنفسك يعني. فده هيكون الرد بتاعهم. ده بالنسبة لكل حاجة يعني. أعتقد إن أنا قلت لكم كل حاجة في التجربة دي. هي ما كانتش سيئة وما كانتش كويسة يعني، في الحالتين ما يعني مش هتفيدك قوي ومش هتعمل لك حاجة تفرق معاك يعني. ولكن هتساعدك شوية في الملف بتاعك في السي في. مش هتديك خبرة، مش هتاخد اي خبرة. ممكن تاخد خبرة واحدة بس، ان انت تتعلم اسماء الحاجات لما تلقط وانت شغال، جياش مش عارف ايه. يعني هتسمع اسماء اللي هي الادوات المستخدمة في المطبخ، هتبقى مفيدة بالنسبة لك ان انت تعرف اسامي الحاجات اللي موجودة في المطبخ، الفاكة، السكينة، مش عارف ايه. فهتبدأ تسمع الحاجة فهتعرف الاسامي بتاعت الحاجة. ما تروح تشتغل في مطعم برتغالي او حاجة فهتعرف اسامي الحاجات، وده هم مش هيقولوا لك عليه، انت هتسمعهم هم بيقولوا لبعض، بريسيزو فاكا، بريسيزو جياش، بريسيزو جيولا، لا لا لا. هتسمع الحاجات بالبرتغالي فهتبدأ تلقط وتشوف ايه اللي بيحصل، ده اللي هتتعلمه. لكن كخبرة او حاجة طبخ او كده مش هتتعلم حاجة. هتعتمد على خبرتك انت ان انت عايز تتعلم، فتروح لليوتيوب وهتتوجه برضو للسوشيال ميديا. تمام. لكن كخبرة سي في او شهادة هي حلوة كمدرسة، لكن مش حلوة كأن الشيفات مش حاجة واو اللي علمتك يعني. تمام. اي حد ما قلتش اي حاجة محتاج يعرفها يعني، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. استاذنكم اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.